المغرب من بين تلك الدول، حيث احتفل بالأمس بما حققه من إنجاز، وهو إنتاج أول سيارة محلية الصنع وتقديم نموذج أولي لسيارة تعمل بالهيدروجين من تطوير محلي بحضور الملك محمد السادس. ذلك الافتتاح أو ذلك الاحتفال. هذه السيارة قدمت للجمهور في الرباط، وهي من صناعة شركة نيو موتورز، وهي شركة مغربية. تمت المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتتوقع شركة نيو موتورز أن يبلغ الإنتاج السنوي من هذه السيارة نحو 27 ألف وحدة للسوق المحلية من خلال وحدة صناعية في منطقة عين العودة جنوب الرباط. هذه ليست السيارة الوحيدة، وإنما أيضا تم تقديم